احنا هنا بصينا على البيجز اللي بنعمل منها الصفحات الاساسيه زي الهوم والكونتاكت اس والاباوت اس والصفحات الاساسيه عموما عندي في الموقع. تعالى بقى نروح على حاجه اسمها بوستس. يعني ايه بوستس؟ يعني المقالات. يعني مقالات المكان اللي انا بشير فيه البلوج او المقالات بتاعتي. هو هنا عمل لي بلوج قصير جدا، في عنوان، في تفاصيل، بس انا مش فاهم منه حاجه. تعالى نروح لصديقنا جيميناي ونقول له اكتب مقال الأسئلة عن الجينز. ماشي، هسيبه يكتبه وهروح اعمل اد بوست. البوست خلينا هنا الشكل برضو انا مش هعرف اتعامل معاه، وشكله مش عاطفي خالص، وحاسس ان انا متكتف ومش عارف اتعامل. اروح اعمل ايه؟ هروح للبلجن واعمل اد نيو بلجن. هلاقي في البلجنز المشهوره اللي الناس كلها بتستخدمها حاجه اسمها كلاسيك اديتور. كلاسيك اديتور ده اسهل بلجن، بتساعدك بتحول لك الجزء اللي احنا بنكتب فيه البوست لشكل الوورد العادي. فلما هروح اعمل اد بوست دلوقتي، يا خبر، بقى فيه هنا تايتل. هروح اشوف التايتل، هنروح ناخد التايتل ده نضيفه هنا، وهروح اخد التكست نفسه واضيفه هنا. جميل. طيب هلاقي ايه بقى؟ هلاقي انه الشكل بقى عندي دلوقتي مختلف تماما. بقى عندي مكان للعنوان، بقى عندي مكان للتكست. التكست ده انا قادر اتعامل معاه كأنه وورد عادي جدا. الكلام مظبوط، عارف اخد الكلام ده في النص ويمين وشمال، عارف احطه ما بين دبل كوتيشن، عارف اتعامل مع الهيدنج H1 و H2 وكل التشات اللي احنا بنشتغل بيها. عارف اتعامل اللي بتديني العنوان الاساسي، H2 ادتني العنوان اللي تحته، H3 هتديني العنوان اللي تحته. عايزه اضيف صوره في المقال بتاعي، اروح من اد ميديا واضيف الصوره دي انا عايزها في النص. هظبط واروق على نفسي، اعمل كل اللي انا عايزه شكلا في المقال بتاعي. تعالى نضيف فيديو. مش هابلود فيديو بصراحة، بس بنفس الطريقة انت يا اما هتسحب الفيديو بتاعك او الصورة بتاعتك وتنقلها هنا، يا اما هتروح تسيرش على صورة جديدة وتكتب له بقى التكست اللي انت عايزه، الموضوع اللي انت عايزه، فيجيب لك الصورة المناسبة، تختارها، تقول لها انسرت، هتنزل لك على طول، تظبط لي مكانها. نروح نعمل ببلش. ماشي. لما نعمل ببلش هاجي اكليك على اللينك ده. اتفرجت على الموضوع بتاعي، شفت بقى هنا الهدات بقت عامله ازاي. بقى عندي H1 تحتها عناوين عناوين عناوين، بظبط كلامي. بقى الهيد، لان انا عامل كاستمايز للسايت ككل انه يعمل لي الهيد باللون احمر، فظبطها لي لوحده. وهكذا، ده حتى صورتي حطها ان انا اللي كاتبه الكونتنت ده. حلو. وهنا جيت على اليمين لقيت الويدجت، المكان اللي انا اقدر اضيف فيه بعض التفاصيل اللي ببقى عايزه اي حد يقرا اي مقال في الدنيا يعرف يقرا الجزء ده. فاكرين الجزء اللي انا عديته في السيتنج بتاعت الثيم؟ عديته بس عشان ما كانش عندنا مواضيع مكتوبة. فلما كتبنا 3 4 مواضيع هنا بدأت تبقى الصفحة تبان لها ملامح. طيب الملامح دي بعدل فيها منين؟ من السيتنج بتاعت الثيم ككل، وبروح للبوست تايب، للاركايف، للصفحة اللي بتجمع كل الصفحات. حلو. الصفحة دي عايزة تديها عنوان وتفاصيل وتديها شكل وحوارات. طيب الشكل بتاعك ده عايزة تكتبي فيه حاجة معينة، عايزة تكتبي له وصف الصفحة مثلا، يعني شوف انت عايز تعمل ايه. فاديت ظبطت الشكل العام بتاعك. طيب شكل المربعات دي ينفع يتظبط؟ مفيش حاجة ما ينفعش تتظبط. امال احنا ليه جايين في الووردبريس؟ عشان اختار براحتي الشكل المناسب ليا. بيبدأ يديني بعض التفاصيل اللي تظهر في المربع ده. انا عايز اظهر الصورة، انا عايز اظهر جزء من التكست، انا عايز اظهر ايه واخفي ايه. بقعد برضو اعدل واظبط والعب فيها لحد ما اوصل للحاجة المناسبة ليا. حلو. في حتة دي تاني يا دكتور.
تاني. يعني جدا الصفحة دي منين من الأول عشان أنا تعالى بقى تهت نقفل، كده. ما عدلناش اي حاجة. دي الصفحة بتاعة البوستس ككل، اللينك بتاعي داش بوستس. حلو. الصفحة دي ماشي. عايز تتعدل منين؟ مش من الاليمنتور. ليه؟ لان دي صفحة اساسية. دي لا دي بتتعدل من الكاستمايز بتاع الثيم نفسه. اتفقنا في حاجات بتتعدل من اعدادات الصفحة، فدي بستخدم فيها اليمنتور بس، وفي حاجات بتتعدل من الثيم نفسه، دي اللي بتؤثر على السايت ككل زي البوستس. طيب انا عملت اديت للثيم، ورحت قلت له انا عايز الجزء بتاع البوست، وديني للمكان اللي فيه كل الاركايف بتاع كل الصفحات. طيب المكان ده لما دخلت لقيت حاجة اسمها بلوك تايتل. عايز تعملي تايتل وتعملي حوار وتديها شكل وكذا. اه. ودخلت عدلت. جميل. طيب عايز تكتبي له ديسكريبشن، افضل بقى عدل زي ما انت عايز. الجزء اللي تحت هرجع خطوة واقول له ظبط لي الشكل اللي تحت. انا الشكل ده عاجبني وراضيني؟ لا مش عاجبني، ابدا اعدل. عايزه كم مقال يظهر في الجزء ده؟ 12. طيب عايزه مثلا كل الكلام ده يظهر؟ لا انا عايزه الكاتيجوري يظهر، وعايزه مش عايزه التكست نفسه يظهر، لا انا عايزاه يظهر ومش عايزه الجزء اللي فوقه. ابدا اشيل واضيف زي ما انا عايز. طب يا مها هو ليه جاي على الشمال؟ فاصلا انجلش، فانا هنا محتاج مقالاتي تبقى انجليزي، او اخد بالي من النقطه دي. خلصت ظبطت الشكل اللي انا عايزه، اروح اقول له ببلش. طب دي حاجه بعملها كل يوم؟ لا دي حاجه انا بعملها مره واحده. خلاص خلصت. الشكل مش عاجبني، ادخل اعمل كاستمايز من هنا. شايفين الشريط اللي فوق ده؟ هو ده الشريط اللي انا بعمل منه كاستمايز للصفحات الاساسيه في الموقع. او لو مثلا فتحت حاجه زي الهوم بيج، هلاقي اديت ويز اليمنتور ظاهره في الشريط ده. ليه؟ ده معناه ان الصفحه دي ينفع تتعدل بالاليمنتور، لكن الصفحه اللي فاتت دي ما تنفعش، عشان كده ما فيهاش اديت ويز اليمنتور، فيها كاستمايز. ليه؟ لان السورس بتاعها، الاصل بتاعها جاي من الثيم مش من الصفحات. عدلنا وظبطنا، دخلنا جوه الموضوع نفسه. الموضوع نفسه والله شكله ظريف، لا شكله مش ظريف، يبقى هفتح كاستمايز وهروح للبوست، للسنجل بوست، واقول له انا عايزه الويدجت اللي على الجنب دي ما تبقاش على اليمين، تبقى على الشمال. انا عايزه، لا هي كانت على اليمين احلى عشان احنا ورا. انا عايزه التكست مثلا يظهر المسافات اللي حواليه تبقى مسافه رفيعه، لا عايزاها تخينه، لا عايز كذا. ابدا اعدل واظبط. تحت فتح لي حاجه اسمها ريليتد بوست، لا انا مش عايزاها، هقفل. قمه السهوله. عايز الناس تسيب لي كومنت هفتحها، مش عايزهم، انا بكلم نفسي هقفلها. وهكذا. ظبطت وعدلت السايت بتاعي. ما انساش اعمل publish.